لم تعد هذه مجرد هواية فردية، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى سوق قائم بحد ذاته، تتداخل فيه التربية، البيع، الاستيراد، والأسعار المرتفعة والمرتفعة جدا. هذا السوق يثير أسئلة متعددة حول التنظيم، الثقافة السائدة، الفرق بينه يكون هواية ولا تجارة، إضافة إلى التحديات التي تواجه العاملين فيه. اليوم تستضيف الأخوين محمد الشوبكي وضياء الشوبكي. محمد الشوبكي المعروف بميدو، وضياء المعروف بأبو جواد الشوبكي. أسعد الله صباحكم. صباح الورد. أسعد الله صباحك. بدي أبدأ معك يا ميدو، ورجينا شو هذا اللي معنا. هذا الببغاء الهارلي كوين من فصيلة الببغاوات المتكلمة والأليفة والحبات ما شاء الله. طبعا هذا الببغاء من النوادر، يعني قليل منه بالأردن. حبة تبارك الرحمن زي ما أنت شايف. اقطع عليه كله يا معتز، عليه كامل للضيف. تفضل. هذا الببغاء من الببغاوات المتكلمة والأليفة، والناس بحبوا يحطوها بالمحلات. شو اسمه هذا؟ ببغاء المكاوي الهارلي كوين. المكاوي. نعم. بيحكي؟ نعم متكلم، بيحكي اسمه جواد، وبيحكي السلام عليكم، بيحكي مرحبا، وبيحكي بيقدر باي. الآن يحكي ولا لأنه في أصوات مختلفة؟ والله الآن يعني هو مزاجي، يعني مزاجي نعم. قديش صار له عندك هذا؟ هذا له عندنا سنة ونص. سنة ونص. نعم. هذا العام تربية عندنا بالبيت، يعني مش عارضينه للبيع حاليا لأنه ببغاء نادر جدا. نادر؟ نعم. منين جبته طيب؟ احنا استوردنا نعم. قديش ثمنه بالله؟ سعره اليوم إذا بدك تبيعه من 2200 إلى 3500 دينار. من 2200 إلى 3500 دينار. ماشي. أبو جواد، وهذا اللي على المايك حاط لنا إياه شو هذا كاسكو اللي هو الأفريكان جراي. كاسكو؟ الببغاء الإفريقي. هذا الببغاء أكثر ببغاء متكلم. أيوه. هذا بعادل طفل عمره 5 سنين، متكلم وبيحفظ جمل وكلمات، يعني عبقري جدا. طيب سخليه يحكي، سمعنا إذا ما بقدر أخليه يحكي، هذا بكيفه. جرب. كوكو هات بوسي، تعال هات بوسي، تعال. لا متضايق لأنه مش متعود على المكان ولسه وجوه جديدة. هذا كلامه لطفل عمره 5 سنين؟ 5 سنوات. سبحان الله. هذا أقوى نوع ببغاء متكلم، يعني هذا ما شاء الله بيحفظ جمل، بيحفظ كلمات منفردة، طير عبقري جدا. لا يكون وانت تسولف لك سوالف بدال يطلع يقول. ما هو هاي مصيبة يعني. بدك تدير بالك. صارت كيف؟ بحكي الطير ذكي نبيه جدا جدا جدا، يعني في بعض الأوقات نشتري ببغاوات من الناس فعليا بنسمع كلام بيتهم. فعليا تسمع كلام البيت. كلام البيت نعم. صار لكم زمان؟ انا لي 18 سنة، وابو جواد له ما يقارب 14 15 سنة بالمجال. طيب سؤال، هي هواية؟ احنا بالبداية هواية نعم. بالبداية